شكرا يا جماعه ان انتوا سالتوا عليا وانا تعبان، بس الموضوع ما كانش مستاهل لبوس ولا اي حاجه. انا كنت تعبان شويه وقاعد في البيت يعني عادي جدا. رياض محرز، ما اعتقدش ان كان في حد من سنه يسمع لعيب كوره اسمه رياض محرز، بس السنه دي رياض عمل شغل عالمي في الدوري الانجليزي. مش بس كده، ده هو وجيمي فاردي كسبوا ليستر سيتي السنه دي اول دوري ليه. محرز اتولد في حي اسمه سرسيال في باريس من اب جزائري ومن ام مغربيه، وفي سنه 2004 لعب للنادي الحي بتاعه، كان عنده ساعتها 13 سنه. وبعديها رياض بيقول ان هو حصل له موقف غير حياته تماما. احمد محرز ابو رياض توفى عن ازمه قلبيه. بعديها رياض حس ان المسؤوليات بقت اكبر، سواء من ناحيه اهله في البيت او من حياته الشخصيه. بعد وفاه ابوه ب4 سنين رياض راح اختبارات نادي اسمه كومبييه. بالرغم ان المدربين اعجبوا جدا باداء محرز، لكن كان في ازمه ماليه في النادي خلتهم ما يعرفوش يضموا محرز وكذا لعيب تاني. بعد ما محرز عرف ان هو ما انضمش للنادي، كلم والدته في التليفون وكان منهار جدا. مين شافه ساعتها؟ رئيس النادي، وساله عن اسمه، وبعديها ب 24 ساعه بعت له عقد انضمامه للفريق، وده على لسان صحفي في البي بي سي اسمه كريستوف مارشيال. جون دورفيال عضو مجلس اداره في نادي كومبييه قال ان محرز جالهم بشنطه فيها فرشه سنان ومعجون وجزمه كوره قديمه. وفي النادي ده محرز كان بيلعب مع ماتيس بوجبا اخو بول بوجبا، وكان بعد التمرين كان دايما بيقعد يتمرن على مهاراته ويحسن من نفسه. وفي سنة 2011 كشافين باريس سان جيرمان ومارسيليا شافوا محرز وعجبوا بيه جدا وكانوا عايزين يمضوا معاه، انما محرز فضل نادي اسمه هولوف بيلعب في الدرجة الثانية، وشاف ان هو هيعرف يلعب للفريق الاول. ومعروف عن النادي ده ان هو بيطلع نجوم زي لاسانا ديارا وديمتري بايه وبول بوجبا. وفي سنة 2013 كشافين ليستر سيتي كانوا رايحين يمضوا مع لعيب اسمه راين مينديز، انما بعد ما شافوا محرز رجعوا تاني على انجلترا وقالوا للمدير الفني ان احنا لازم نمضي مع الراجل ده. وفعلا في يناير 2014 ليستر مضى مع محرز ب 450 الف يورو. محرز ساعتها بيقول ان هم اول مرة كلموه كان فاكر ان ليستر ده فريق رجبي، لان هو عمره ما سمع او شاف ليستر ده بيلعب قبل كده، ولا في الدوري الانجليزي ولا حتى في كاس الرابطه. وكانت الناس بتقول له ساعتها ان انت ستايل لعبك مش هينفع مع الدوري الانجليزي، بس هو كان شايف ان الدوري الانجليزي ده من احسن الدوريات اللي في العالم، فعشان كده راح هناك. وفي اول موسم لمحرز مع ليستر لعب 19 ماتش، حط 3 اجوال وعمل اسيست واحد. وحتى لما ليستر طلع البريمير ليج محرز لعب معاهم 30 ماتش، حط فيهم 4 اجوال بس ما كانش بيشارك بصفه اساسيه. والسنه دي بعد 17 جول و11 اسيست في 37 ماتش محرز كسب الدوري الانجليزي مع ليستر، وبكده يكون محرز اول جزائري يكسب البريمير ليج، وسعره ارتفع ساعتها من 450 الف يورو ل 30 مليون يورو، وكل الانديه الكبيره دلوقتي بتتخانق عليه. Balance was good and strength as well there. Mahrez has made something of that. It's Mahrez! 2-0 to Leicester City. Now it's Mahrez. Mahrez! An instant Leicester reply. The man over on the far side. It's Riyad Mahrez who can take it down. He's good enough to do that. Good enough to get Chelsea twisting and turning, and good enough and great enough to score an outstanding goal. ولما سالوا محرز ايه اللي خلاك تختار تلعب لمنتخب الجزائر بدل فرنسا، قال ان والده قبل ما يموت قال له ان انت لازم تلعب لمنتخب بلدك الام اللي هي الجزائر. هناك من يمثلنا في هذا المكان ونحن فخورين برياض محرز ومحبين له، وهو يحمل علم الجزائر. وبكده دي تكون قصه حياه رياض محرز. لو عايزين تعرفوا اي قصص ثانيه عن اي لعيب ثانيه يا ريت تقولوا لنا في الكومنتس. باي باي.